عديت نفسي ميت، صرت فيها أعز الناس. الدنيا محتاجة لقلب ميت تطلع طول كل. عايز نبقى لقمة في البلومة اللي فاتت وادفس. خدت قرار خدته وطريقة همشيها. تحبيني قد إيه؟ حبك العالم بكرة. أنا بص بعد كده يبقى نسببني كلها. هيفتح حد أو بيت حد قد المتقبل عليا من فوق. يا ابني يشوفك طيب خليه يشوفك ملاك، خليه يشوفك شيطان يا سيدي. لازم تخلصي منه. وعطول مش شغلته اللي فاتت كل حتة هيجيبنا بس ما دميت الوقت غير ثلاثة يا فراد أولع فيهم واحد. ازيكم عاملين ايه؟ مسلسل افراج رمضان 2026. لايك وسبسكرايب ويلا بينا نبدا. بيطلع براءة بعد 12 سنة سجن ظلم. الاعلام بيبدا بكلمة توضح انه مش هو الادم، مراته ولا بناته. بيقول انا كنت عديت نفسي ميت. ده كلام كان بيقوله لنفسه وهو في السيف. ده مش عباس، شخص بسيط شغال في شركة شحن. وضايع لما بيكتشف انه كان مضحوك عليه وشغال مع ناس شمال. بيطلعوا شبكة بيبيع مخدرات، فبيبلغ البوليس مين بيتجمعوا عليه وبيخلصوا على مراته وبنته. والشبكة دي فيها ناس تقيلة، يبعتوا ناس تشهد على عباس بانه شخص اجرامي وسبق ليه انه عمل افعال طويله، وانهم شافوه وهو طالع نفسه جريمه. ولما يخرج اللي صاحبه اللي كان شغال معاه بتاع معلم يبقوا مع المعلمين الكبار وعوضوا الثمن، لانه كان شغال في نقل البضايع مخدرات وهو بيعرف واحد منهم. لما بيروح يتقدم لواحده جارته وهو بيحبها حاول ينتقم بنفس الطريقه اللي حصلت فيه، يخلص على واحده بنت الراجل اللي تسبب في موت عيلته. يفضل يدور لحد ما بيلاقي ابن الراجل اللي تسبب في موت عيلته وبيجري وراه. بيهرب وبعد كده هو بيحدد موقعه وبيخلص عليه وبيلاقي الست دي هناك وبيطلب منها انها تساعده يمسك الضحيه اللي بعد كده اللي هو الراجل صاحب الكلاب. الست دي بتساعده فعلا وبيمسكوا الشخص ده وهو بيخلص عليه. وجارته اللي بيحبها بتقول له وقف دم وخلينا نبدا من جديد. هو بيقول جملته انا من الحق قرار خدته طريقه امشي. امه بتصدق ان هو عمل كده، خايفه على نفسها منه. بتطرده وبتطلب منك تاني طول ما قلبك فيه كده. وابوه عارف الحقيقه وهمه قال له على طريقه يتعامل بيها مع الناس بعد خروجه من السجن. وبيقول له اللي يشوفك طيب يشوفك ملاك، واللي يشوفك وحش يشوفك شيطان. اخته كانت بتربي الولد طفل طول ما هو في السجن وهيخافوا عليه منه وهيرفضوا انه يقولوا له الولد وهيعوز ياخد ابنه، بس هم هيرفضوا وهيقولوا له عشان تعمل فيه زي ما عملت قبل كده. بينما هو بيعمل بعافيه عشان يحميه من العصابه وهيخلص عن الناس دي كلها بعيالها عشان يحقق قلبهم زي ما حرقوا قلب عياله. هياخد الست اللي قابلها وهيقتل العصابه كطعم رجعت تحدد ميعاد مع تاجر ياخدها كطعم ويخلص عليه. بين هيقتل كل الناس اللي كانوا السبب، والاحداث كلها بتمشي في انتقام. وبعد ما يخلص عليهم كلهم هيهرب هو وابنه وحبيبته. ودي كل الاحداث عن القصه. ما تنسوش لايك وسبسكرايب للدعم. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.